ديسترو رئيس فريق الوداد مع المدرب الجديد. وكنتمنى شخصيا بان تسي عادل الرمزي يعني يعطي الاضافه لفريق الوداد، لان دائما كنقولوا بان كاين الانديه اللي تخلقات ولا تنشات على قبل تحقيق الالقاب. فالوداد كنت التعاقد ديالها مع اي مدرب وفقا لي زوبجيكتيف و استراتيجيه اللي كتكون على المدى القصير، ما كيكونش شي حاجه فيها المدى البعيد، لان كما قلت الوداد خاصه الالقاب. المدرب اللي جا خاصو يحافظ على ديك الالقاب اللي دا الفريق هاد السنوات. ملي كندوي على عادل الرمزي جا الوداد لقى الان مشات على البطولات الاخيره دوره بنقطه واحده، مشات ايضا الشامبيونز ليغ في مباراه نهائيه، وبالتالي كتكون مهمه ماشي سهله على عادل الرمزي. ولكن كنعرفوا حنا العائله الوداديه اخويا يونس، لا البيبليك لا المكونات فهم كيبقاو مساندين الاطار اللي كيكون متواجد حتى كيوصل للمستوى النيفو الكبير ديالو. ما عطاش ديك الساعه كيولي نقاش اخر، ولكن اللي كيجي الوداد فكياخذ الفرصه ديالو كامله. خاصو يبين لنا الحنه ديال يديه، وحنا كنثيقوا في عادل الرمزي لان اطار وطني اللي اشتغل في هولندا. سي فغي ما عندوش تجارب كبيره في المنافسات الافريقيه كمدرب، ولكن عنده ان فيكي كلاعب، لعب مع المنتخب الوطني، لعب مع انديه اللي شاركت منها الكوكب، شاركت في منافسات الوطن الافريقي مع المنتخب القاريه. كنظن بان ان بروفيل ديال اطار وطني اللي عنده ظروف وعنده حتى ديك الارضيه بالتواجد ديال اللاعبين اللي يقدر ينجح معاهم ويمشي معاهم ابعد حد في المنافسات القاريه، ولما لا الفوز بالبطوله الوطنيه الموسم المقبل. عمر، يعني التجربه ديال عادل الرمزي نبغيوها تكون ناجحه، لانه دائما حنا الاطر الوطنيه اللي كتكون عندها واحد الخبره نبغيوها يعني تنجح كما هو الشأن بالنسبه لوليد الركراكي، حسين عموته، عصام الشرعي مؤخرا مع المنتخب الوطني، امين كرمه مع فريق ناقص بركان. اطر اللي يمكن خدات تجربه يعني في دوريات اخرى. ليكزامبل ديال عادل الرمزي اللي خدا يعني تجربه في هولندا. بالفعل يونس، باش نكملوا الهضره اللي قال السي رياض، ان حتى عادل الرمزي هو محظوظ ملي جا لقى مكتب مسير لا سي سعيد الناصيري ولا الخارجيه الاعلامي ديال محمد طلال اللي كيفاش يطمئن الجماهير ديال فريق الوداد الرياضي. تنظن باللي المكتب المسير فهو دار تعاقدات عقلانيه ديال اللاعبين اللي جلبهم في الميركاتو، ولا تجديد ديال العقود ديال اللاعبين، ديال الركائز ديال اللاعبين اللي باقين في فريق الوداد الرياضي، لا جبران اللاعبين اللي عندهم عقود زاد جدد معهم العقود. فهو غادي يسهل المأمورية على المدرب عادل الرمزي. بالفعل عادل الرمزي بانه كان خدا مجال ديال التدريب في فريق الرديف ديال فريق بي اس في، غادي يشوفوا واش نتمناو من الله باش يتأقلم، ولكن راه جميع الظروف فهي مواتيه. فريق الوداد من موراه جماهير عريضه اللي دائما تتساند الفريق لا في السراء ولا في الضراء. كيف قال الرياض بان عارف هو دابا بين الاهداف اللي غنشوفوا الاهداف اللي غيسطرها السي سعيد الناصيري، ان فريق الوداد الرياضي فهو الدقيقه 75 فهو بطل ديال عصبه الابطال. فريق اللي مشات ليه البطوله ديال الوطنيه في الدقيقه 92، فريق اللي انهزم في النصف النهائي ديال كاس العرش. فالوبجيكتيف اللي غيكون 100% ديال سعيد الناصيري رئيس الوداد ولا باقي ديال اعضاء المكتب المسير ديال فريق الوداد الرياضي وغيكون حتى من اهداف حتى ما غيكون حتى كاس العرش اللي ما ينادى 20 سنه اللي ما تحققش سميتو. نقدروا مازال كاس سلمان اللي هو كاس العرب نقدروا نقولوا ما غيكونش من بين الاهداف ديال فريق الوداد الرياضي. غيمشي الفريق باش يدافع على الحظوظ ديالو، عارف المقابلات غتكون ضد فرق اللي هما قويه هذا الموسم هذا، وبالاخص كاس سلمان تيتلعب في المملكه العربيه السعوديه. غادي تشوف فرق اللي هما كبيره، لاعبين اللي هما كبار في التعاقدات الاخرين ديال فريق الفرق السعوديه. تنظن باللي جات واحد الظرفيه اللي غادي يساعد فيها عادل الرمزي، وغادي يشوف اللاعبين عن قرب غير في مباريات اللي هما رسميه. ولكن عادل الرمزي غيتسناو التحديات ابتداء من البطوله الوطنيه والسوبر ليغ وعصبه الابطال الافريقيه الموسم المقبل. ولكن عادل الرمزي راه محظوظ بهذا الطاقم ديال المكتب المسير اللي كان برئاسه السي سعيد الناصيري، اللي اي مدرب يقدر يشتغل باريحيه مع الطاقم ديال السي سعيد الناصيري. عادل الرمزي يعني كيجي كيلقى الوداد ديجا داخله في المنافسات. حتى في الصيف كاينه المسابقه ديال كاس الملك سلمان، بعد منها السوبر ليغ. الا سمحتوا غير نسمعوا التصريح ديال عادل الرمزي، يعني اول تصريح يعني مباشره في تقديمه مدربا لفريق الوداد الرياضي عادل الرمزي. الدرجه الاولى بدي نشكر السيد الرئيس على التحاكي هذا الفريق الكبير. علاش خاصني نشكر في الدرجه الاولى السيد الرئيس؟ لانه الظروف كانت صعيبه باش نخرجوا من الفريق، وهذا الشيء غني عن اللاعبين. السنه اللي فاتت المسائل اللي صارت مع المنتخب الوطني
الوطني المغربي الاول. الظروف كانت صعيبه، الفريق ما كانش بغى يساعدنا هنا، ولكن السيد الرئيس حاول كل شيء ديالو فهذا الشيء هذا يعطينا واحد القوه، واحد الثقه كبيره انه باش نقدم كل ما عندي لهذا الفريق هذا. ثانيا بغيت نشكر الجمهور، فلحد الان ترحيب كبير ان شاء الله تنوال الجمهور الودادي. اي واحد تيحب الوداد تنوال ان شاء الله المسؤولين ولا اللي تيشتغل هنايا في الوداد وهذا راه مسؤول السيد سعيد الناصري انه غادي يقدم ما يمكن. تنوال ان شاء الله انه غادي نفرح ان شاء الله الجمهور باذن الله، فرحه الوالدين غادي نفرح هذا الجمهور. عادل الرمزي في تقديمه مباشره في الصفحه الرسميه فريق الوداد الرياضي تكلم على هذه النقطه ديال قبل كوب دي موند، كيفاش يعني الرئيس ديال فريق الوداد كان ايضا باغي يعني يتعاقد مع عادل الرمزي. كنعرفوا بانه فريق بي اس في ايضا كان متشبد بعادل الرمزي، كانت عنده هذا الاكراه هذا عادل الرمزي. من الان يعني كيتكلم بانه كاين تحدي وعنده رغبه كبيره باش انه يمشي بعيد مع فريق الوداد الرياضي. واش كان حتى المكتب المسير، لانه يمكن شي امور في الخفاء ما كتكونش بين الجمهور، ولكن سعيد نصير كان الموسم اللي فات كان مركز باش انه يجيب عادل الرمزي يكون مدرب لفريق الوداد، ولكن ما كانش الامكانيه متاحه لا العادل ولا ايضا الفريق بي اس في. مزيان انا ملي كنتكلموا على مفاوضات اللي كانت من قبل، يعني ماشي وليده اليوم، ماشي وليده الاستغناء على فان دير بلوك باش بدا كيفكر في رمزي. بالعكس رمزي تا هو تكلم عليها سي عادل، تكلم بان كانت مفاوضات من قبل، ما كانش الظروف متاحه لا بالنسبه للوداد لا ايضا بالنسبه لعادل الرمزي باش يلتحق. مزيان كدير ان بروفيل كتبقى متبعو، كتبقى معاه في مفاوضات. ملي كنتكلموا الان على سي عادل الرمزي بانه جا وكانوا مفاوضات، يعني تا هو غيبقى تابع الفرقه، غيكون دير لو سويفي الفرقه، يعني غيكون التواصل مع رئيس فريق الوداد. حنا اللي كنتمناو اطار وطني عنده تجارب اللي كبيره، اطار وطني اللي لعب لو هو نيفو. جا الفريق اللي كبير، جا فريق القار كما تكلمتي انت الاستاذ عمر بان جا في عز ديال المنافسات، غيلعب المنافسه ديال كاس العرب، وكنظن بان غتكون مفيده لعادل الرمزي، لان قالها السي عمر وقلتها انا يوم امس بان لا الوداد لا الرجاء ما غنتسناوش منه شي حاجه كبيره في هذه المنافسات. بزاف ديال العوامل اللي غتكونوا، بزاف ديال الاكراهات، منها فان سيزون، منها انتدابات جديده، منها لو باساج فيد، دونك منها اون فاز بريباراتيف بالنسبه للانديه الوطنيه. وبالتالي كنظن بان عادل الرمزي هذه المسابقه ديال كاس العرب فهي غتفيدو، وتا هو من خلال ما وصلنا بانه بغى يعطي فرصه اكبر للاعبين، سيرتو اللي كانوا اللاعبين اللي كانوا بريتي، اللاعبين اللي جاوا جداد، باش حتى واحد ما يظلموا. دونك مزيان. الوداد اي واحد كيجي لها وقال عادل، اي واحد كيجي لها فهو عارف راسو على جاي بانه غادي يفوز بالالقاب، غادي يلقى الظروف مواتيه. الوداد في افريقيا فولات وداد اخرى، وداد اللي كل شيء كيحتاط منها. كنظن بان بالتواجد ديال اللاعبين اللي ممرسين في هذه المنافسات هذه، وتجديد العقود بعض اللاعبين اللي عندهم الاسم ديالهم فريق الوداد والانتدابات اللي قام بها، فكنظن بان الوداد هذه السنه هذه ما غاديش توقع في نفس الاخطاء اللي وقعت فيها السنه الماضيه. اللي كنتمنى هو يكون الصبر، لان اي مرحله كتبغي الصبر. هذه مرحله انتقاليه، فريق الوداد مرحله انتقاليه، كاينين لاعبين جداد، كاينين لاعبين شباب اللي كانوا مع الفريق السنه الماضيه ما خداوش الفرصه ديالهم، ممكن ياخذوا الفرصه ديالهم هذه السنه، ولكن بالتضافر ديال الجهود ديال المكونات ديال النادي كاملين. ولكن اللي مؤكد منه هو الجمهور الودادي غيكون احسن واكبر داعم لعادل الرمزي باش يمشي مع فريق الوداد في المنافسات الوطنيه للقاريه، يمشي ابعد حد، لان كره القدم هذه تقدر ما تمشيش معك في الاول في الثاني في الثالث، ولكن الا لقيتي مكونات كامله بجنبك فغادي تنجح، اكيد غادي تنجح. وكاين لاحظت الرياض يعني في هذه المرحله، وشفنا حتى التصريح ديال سعيد الناصري في التقديم ديالو لعادل الرمزي والستاف الجديد اللي غيكون معاه. تذكروا بانه نفس الستاف اللي كان الموسم الماضي، فقط بالالتحاق ايضا ديال المدرب المساعد سي العالمي احناش، اللي نذكروا بانه ايضا كانت عنده تجارب في هولندا في الدوري الاماراتي مع فريق الجزيره الاماراتي تقريبا واحد 3 ديال المواسم، وايضا سبق له اشتغل مع عادل رمزي. تكلم على هذه النقطه ديال لا ليست ولا اللائحه اللي غادي تمشي مع الوداد الكاس الملك سلمان الانديه ابطال العرب. حنا كنعرفوا بان المرحله ديال الميركاتو باقا مفتوحه، وباقي كاين يعني نيغوسياسيون مع لاعبين، وكاين اللي غيمشي وكاين اللي هو بريتي وخصك تغيز معاه الكونترا، كاين اللي هو غادي يمشي عنده دي زوفر، كاين اللي سالات ليه الكونترا وخصك يتجدد معاه، واش يتفق معك ما يتفقش. يعني تا عادل الرمزي غيمشي سي فغي بواحد اللائحه، ولكن ممكن انها تنضاف على اسماء اخرى في المرحله ديال ما بعد المسابقه ديال كاس الملك سلمان الانديه ابطال العرب. يعني كاين هذا الاكراه هذا سي فغي، يعني بطوله مزيانه يمشيو لها الوداد رمزي باش يقربوا اكثر من لا ليست ولا
ليفيكتيف اللي غيعتمدوا عليه العام كامل، ولكن كاين مازال واحد المجال مفتوح. حيت عارف يونس بان بالفريق الوداد الرياضي بان في شهر 10 عندهم السوبر ليغ، وقيلا في شهر 9 ولا 11 عندهم الشامبيونز ليغ، البطوله الوطنيه غتبدا في 2 في شهر 9، عندهم كاس العرش عاوتاني منافسه في الموسم المقبل، عندهم تظاهرات كبيره فريق الوداد الرياضي. غادي نبغيو يحطوا واحد ليفيكتيف اللي غيكونوا مثلا دو جوار في كل بوست، يكونوا 2 جوار باش يقدروا يستافدوا من الموسم المقبل. الفريق خرج خاوي الوفاض هذا الموسم هذا، ما غيسمحوش لهم لا الجماهير ديالهم الموسم المقبل باش ما يكونش شي تتويجات. فريق الوداد كان اقرب لحصد احدى الالقاب، وراءهم جماهير اللي هي غافره للوداد الرياضي اللي غتدعم وغتساند الفريق. انا سعيد الناصر تا هو الانتدابات اللي دار الحتيمي اللاعبين الجزائريين، لاعبين على اعلى مستوى اللي تم الانتداب ديالهم من فريق الوداد الرياضي، غادي يمشيو لمحك حقيقي اللي هو في كاس العرب، اللي غيلعبوا ضد خصوم اللي هما قويه وخصوم اللي فروق اللي بين احسن الفروق على الصعيد العربي. ولكن تنتمناو باش يمشيو لابعد نقطه في هذه المسابقه هذه، لما لا نصف النهائي ولا النهائي، باش يستافدوا ماديا، حيت الجوائز تسمح للفروق ديال النصف النهائي والنهائي وما تسمح لهم بواحد اموال اللي هما باهظه. وخا جوج المليار ونص اللي غيلعب نصف النهائي، 6 المليار اللي غيدي الفينال، تنظن بان من ربع النهائي يلاه كاينه وقال شي 300 مليون اللي كاينه، وكاينه 200 مليون 100 مليون الفينال اللي كاين الدومي فينال. تنتمناو من الله بان الوداد انهم يمشيو للدومي فينال باش يستافدوا غير ماديا، باش يحيدوا حتى المشاكل ديال ليتيج وسميتو. غنلعبوا ضد خصوم اللي عندهم كيف وصلوا للفينال وما غيوصلوا للفينال ولا سميتو على قبل اللاعبين اللي عندهم، ما غيتسناوش هاد 6 المليار ولا 2 المليار ونص. هاد الفروق اللي غلبوا مع الخصوم بالاخص السعوديه ولا القطريه ولا الاماراتيه، بغيو انهم يوصلوا للنصف النهائي ولا النهائي ولا يتوجوا باللقب باش يحسنوا الوضعيه الماليه ديال الفريق ديالهم. نسمعوا اذا سعيد الناصري في التقديم اليوم المدرب الجديد عادل رمزي كيتكلم على ايضا ستاف تكنيك ديال فريق الوداد الرياضي مع محمد بديحي، وايضا مع الالتحاق العالمي ايضا بالطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي. كيف كتعرفوا دائما حيث تكون المدرب الاول دائما احنا تنعطيو الخيار انه يختار طاقم مساعد، اضافه الى الاخوان اللي كاينين كمساعدين، السي مديحي البريطار الفيزيك، مدرب الحراس اللي غادي يمشيو معاه. تعرفوا كاين ضيق الوقت، كاين بزاف ديال العوامل اللي خلاتنا ما اختار معنا المدرب الاخوان، اختار انه يكون معاه المساعد الاول اللي هو السي العالمي. تصريح سعيد الناصري مقتطف منه لانه تكلم على مجموعه ديال النقاط، من بينها ايضا الحديث على انه عارف بانه فريق الوداد مازال محتاج لتعاقدات اخرى على مستوى قلب الدفاع، على مستوى ايضا خط الهجوم، على مهاجم ايضا اللي ممكن انه يدعم صفوف فريق الوداد اللي عنده اكثر من 3 ديال الواجهات. كنتكلموا على كوب داراب، على السوبر ليغ، البطوله، لا تشامبيونز ليغ، وايضا المسابقه ديال كاس العرش، 5 ديال الواجهات. يعني ما سهلاش، خص يكون عندك واحد الافكتيف كبير.